بعد مباراتين رائعتين في بداية مشوار المونديال، السعوديين يخسرون الرهان ضد المكسيكيين بهدفين مقابل هدف واحد، وقد جاءت تلك الأهداف المكسيكية عن طريق الركلات الثابتة، وحدث هذا بسبب كثرة المحاولات المكسيكية وخشونة السعوديين، فكثرت المخالفات وجاءت الأهداف. الغيابات كانت مؤثرة في موقعة اليوم، إصابة سلمان والشهراني والبليهي وغياب البريك، كلها عوامل أدت إلى خسارة شنيعة أدت بالمنتخب إلى الخروج من الباب الضيق. ولكن مثل ما ننتقد علينا أن نثني، وما قدمه العويس يستحق كل الثناء، فقد أبعد عديد التسديدات والهجمات الواعدة ببراعته وجرأته الناتجة من ثقته الكبيرة بقدراته الفذة، وهو لا يتحمل الهدفين بأي شكل من الأشكال. أما البقية فلم يستحق أي واحد منهم الإطراء، فبعد الهدف المكسيكي الثاني ظهروا وكأنهم لاعبين هواة لا يتحملون ضغط المباريات، حيث غلب على أسلوب الفريق العشوائية المفرطة في التمرير بحثا عن المعثرات لتسجيل الأهداف عن طريق الصدف. ولكن هذه العشوائية والمبالغة بالتقدم نتجت كوارث في دفاع السعودية، وكان من الممكن تكبد أكثر من هدفين لولا تألق العويس وتقنية عين الصقر. هارد لك يا معشر السعوديين، قلتها وأقولها مرة وأخرى، هذا هو واقع كرة القدم، يوم لك ويوم عليك. كان معكم عبد الله سوار، مع السلامة.